دي همسة حكاية ليكم. بيقولوا ان الضنا غالي، بس الاغلى هو الضنا اللي بيفضل شايل جميل اهله في قروسه مهما الدنيا عليت بيه. حكايتنا النهاردة عن ست صابرة قوي، وافنت عمرها وصحتها عشان تطلع بنتها احسن واحدة في الدنيا، وعن بنت قررت تدي درس العمر لكل واحد فكر يقلل من قيمة اي انسان بيسعى على رزقه. وركزوا معايا كده عشان الحكاية دي نهايتها فعلا بتبرد القلب. كان في ست زي السكر اسمها الخالة مريم. الخالة مريم كانت بتشتغل مشرفة بوفيه وتغذية في واحدة من أكبر الشركات، وكانت هي المسؤولة عن فطور الموظفين وقهوتهم وترتيب العزومات الرسمية للشركة. الخالة مريم دي ما كانتش مجرد موظفة عادية، دي كانت أم للكل كبير وصغير، ما كانتش بتفرق بين حد. بتدخل المكتب بابتسامتها الصافية الهادية تسأل ده عن صحته، انت كويس النهاردة، انت عامل ايه، وبتعمل لده قهوته زي ما بيحبها. وعمرها ما اشتكت من الوقفة طول النهار في المطبخ على رجليها عشان تراضي الكل. لكن كان في مدير حسابات اسمه أستاذ رأفت، ده شخص شايف نفسه على الكل بلا استثناء، وكان دايما بيتعامل مع الخالة مريم بمنتهى التعالي والتكبر. لو القهوة اتأخرت بس دقيقة واحدة كان يزعق لها ويقول لها انتي هنا عشان تنفذي أوامري وبس، مش عايز أسمع صوتك ولا أشوف وشك غير وانتي بتحطي الكوباية وبتخرجي فورا. مريم كانت بتبلع كلامه السم وتخرج من مكتبه وهي بتقول في سرها اصبري يا مريم، بكرة سلمى بنتك تخلص دراستها وتعوضك عن كل ده. مرت السنين وسلمى بنتها خلصت دراستها في إدارة الأعمال بامتياز، ورجعت من بره. في يوم الشركة كانت مقلوبة، المديرة الإقليمية الجديدة جاية تستلم إدارة الفروع كلها، والكل كان واقف على شعرة واحدة. الحاج رأفت ده كان بيجري يمين وشمال، وأول ما شاف الخالة مريم وهي شايلة صينية العصير ورايحة تجهز قاعة الاجتماعات جري عليها ومنحها بقسوة وقال لها انتي يا ست انتي، خدي الصينية دي وادخلي المطبخ فورا، مش عايز اشوف وشك طول ما المديرة هنا. مش عايزين حد بمريالة يبوظ منظر الشركة قدام الضيوف المهمين اللي جايين. الخالة مريم بكسرة نفس وكسرة خاطر دخلت المطبخ فعلا وقعدت تعيط في صمت وهي بتدعي لبنتها بالتوفيق. وفجأة الباب الرئيسي اتفتح ودخلت سلمى، شابة في منتهى الشياكة والهيبة. رأفت جري عليها بابتسامة عريضة وباقة ورد، نورتي يا فندم، احنا محضرين كل حاجة لسيادتك. سلمى بصت له بهدوء وقالت شكرا، بس فين الخالة مريم؟ رأفت ارتبك وقال مريم دي مجرد موظفة في البوفيه، اكيد مش مهمة دلوقتي يعني. سلمى سابته وراحت ناحية المطبخ وفتحت الباب ونادت بلهفة يا امي. الخالة مريم طلعت وهي بتمسح دموعها وسلمى قدام كل الموظفين والمديرين، ارتمت في حضنها ومسكت ايدها وبستها قدام الكل وقالت بفخر يا جماعة احب اعرفكم، دي الست اللي لولا تعبها ووقفتها في المطبخ السنين دي كلها والسنين اللي فاتت معاكم ما كنتش انا بقيت المديرة اللي واقفة قدامكم النهاردة. رأفت كان عايز الارض تنشق وتبلعه. سلمى بصت له بمنتهى الهدوء وقالت له بص يا استاذ رأفت، اللي ما يعرفش يقدر القلوب الطيبة وهي بتشقى ملوش مكان يدير عقول الناس وهي بتبني. الاصل هو اللي بيدوم، والمناصب بتروح وتيجي، ورقتك توصلني المكتب حالا. وفي اليوم ده سلمى ما خدتش مكتبها غير لما قعدت امها الاول فيه وخلت الكل يجي يسلم عليها بتقدير، وعرفت الكل ان الاصل ملوش علاقة بالمناصب. الحكاية دي رسالة لكل حد بيخجل من شغل اهله، ورسالة لكل مغرور فاكر ان الكرسي بيدوم. الشغل عمره ما كان عيب، العيب الحقيقي هو نكران الجميل. عايزة بقى اسألكم لو كنتم مكان سلمى هل كنتم هتقدروا وتفتخروا باهلكم قدام الناس كده كلها؟ دي كانت همسة حكاية ليكم، ولو وصلتوا لحد هنا سيبولي قلب في التعليقات، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. دمتم سالمين، وهستناكم بكرة في حكاية جديدة.